السلام عليكم. عودة بعد أجازة رمضان. كل سنة وانتم طيبين، يعني عيد سعيد عليكم. ومشكلة الأهلي مع اتحاد الكورة والرابطة والزمالك وبيراميدز واللجنة الأولمبية زيطة. أنا بس قبل ما أقول لك أنت مع قرار الإدارة أيا كان أو ضده، على شوية حاجات كده أقول لك على شوية حاجات، وأنت الحكم. أنت الحكم، بس حكم أجنبي بقى مش حكم مصري عشان احنا تعبنا. هل انت عمرك شفت لعيب في الاهلي بيعترض على التحكيم؟ بيعترض على الحكم؟ كابتن الفريق هو الجون، مش هيسيب الجون ويطلع يحتوي، ولا هو اصلا بيعترض اصلا. في لعيب بالاهلي بيضغط على الحكم في وقت الضايع، الفار يراجع اللعبه ما يراجعش اللعبه، بتراجعها عليها كابتن ولا الهوا. عندك مدرب عام بيضغط زي ايمن عبد العزيز في الزمالك كده مثلا وبيتوقف؟ لا. كابتن سامي مصطفى قاعد متدفي وما بيتكلمش. كابتن محمد شوقي على قد ما بيقدر هو بيعمل، بس ما فيش برضه. احنا محتاجين مدير كوره زي ابراهيم حسن ينزل يطيح فيهم، يعمل زيطه على الخط، يجيب الحكم الرابع يجيب الحكم، وتعالى يا عم ونتكلم ونعمل. اطردني بس انت بتعمل حاجات غلط، اوقفك عند حدك. ده لعيبه مسالمه وجهاز فني مسالم. طب ده سببه ايه بقى؟ الاعلام. الاعلام كله زمالك، احنا ما عندناش غير احمد شوبير وبيتقمصوا منه وبيتوقف. انما الناحيه الثانيه بقى حدث ولا حرج بقى. خالد الغندور، احمد حسام ميدو، ايمن يونس، شادي عيسى، حازم امام، اسلام صادق، رضا عبد العال، طارق السيد، احمد الخضري. والله لو قعدت اعد لك، والباقي عندنا مسمين بقى، يعني وليد صلاح طيب، هشام حنفي طيب، ياسر ريان بيقول كلام مع الزمالك تحس انه زملكاوي مش اهلاوي، يعني كيوت ما بيعملوش حاجه. فالاعلام كله زمالك، فاللعيبه بتخاف من الضغط، اي حاجه صغيره الاهلي بتضغط على طول. فانت بالله عليك قول لي يعني ايه رايك يعني في القصه دي؟ ده اتحاد الكوره كان بيخبي الجواب يا جماعه عشان الاهلي ما يلعبش نهائي افريقيا قدام الوداد. يا جماعه والرابطه عماله تقول اصل انا بعت لهم حكم اجنبي، اصل انا مش عارف ايه. انما ساعه ماتش سيراميكا والزمالك جابوا حكم اجنبي. يا راجل ده وزير الرياضه السياسيه اتدخلت وجابت حكم سعودي، ما احترموش القرار وبرضه نفذوا اللي في دماغهم. الاهلي مش هيقوم له هما. الاهلي وجماهيره كفايه على الاهلي كده بقى. هو مفيش غير الاهلي بيطلع في منصات الفيفا وبيشارك انتر كونتيننتال وبيشارك في دوري ابطال افريقيا وبيشارك في كاس العالم للانديه وجوائز دولاريه بالملايين. وايه يا عم كفايه على الاهلي كده بقى. احنا عايزين نفرح بيراميدز، نفرح الزمالك. هو في حد رافع اسم مصر غير الاهلي يا جماعه في الكوره؟ المنتخب اخر مره خد كاس افريقيا كانت 2010. 2018 رحنا كاس العالم عملنا فضيحه ورجعنا. يعني مفيش حد رافع اسمه. يعني قول لي بقى انت بقى، قول لي بعد ده كله انت عايز الاداره تعمل ايه؟ والله في الهيصه دي والله الله يكون في عون الاداره. فانت قول برضو رايك ايه، انت مع ضد ولا مع؟